صباح الخير. هعمل لكم النهارده برجر لحمه حاجه كده جنان. هعمله بفول الصويا. اول مره انا استخدمه. بس هيطلع معاكم تحفه واحسن من بتاع بره بكتير. انا عندي هنا نص كيلو لحمه، حطيت عليها ربع كيلو فول صويا وبصله مبشوره صغيره او مقطعه، عشان كده هنضربها في الكبه. الفول طبعا انا كنت نقعاه في ميه مغليه. نقعته حوالي نص ساعه علشان يبقى طري كده وكويس معانا في العجن. هبدأ احط المكونات كلها على بعض، اللحمه على الفول على فول الصويا، على البصل اللي انا قطعتها، وهقلبهم مع بعض كويس علشان احطهم في الكبة، يعني عشان ايه يكونوا متجانسين كده مع بعض اللحمة وفول الصويا. وهبتدي ان انا احط التوابل اللي هي عبارة عن فلفل اسود ومعلقة كاري وتوم بودر وبصل بودر وملح، طبعا نظبط الملح، وكيس خلطة برجر. خدوا بالكم الخلطة دي تحفة. يعني مش هتحتاجوا ان انتوا تعملوا تحطوا حاجات كتير. يعني كيس خلطة البرجر لوحده تحفة، وهيخليها طعمها جميل وفظيعة. ممكن نحط فص توم. انا هنا حطيت توم بودر وبصل بودر وما حطيتش توم، فاللي عايز يحط فص توم عادي مفيش مشكلة. وهنحط معلقة كاتشب ومعلقة مستردة، ودول مهمين جدا في النكهة، يعني اهم حاجة معلقة المستردة والكاتشب. هقلبهم مع بعض كويس علشان اشيلهم واحطهم في الكبة، عشان طبعا يكون كله يعني يكون اتخلط كله مع بعضه كده ويبقى كويس. ده منظر الفول الصويا وهو منقوع في المية السخنة. انا نقعته في مية بتغلي. هنا كنت فرمته في الكبة وكان ناعم خالص معايا، وعملت كل الكمية هوريكم شكلها عامل ازاي. ونعمتها يعني فرمتها، لو محتاجة فرمتين ممكن تفرموها عادي. انا هنا كنت فرمتها من اول مرة وكانت نعمت وكانت فلة معايا. هحطها بقى في الطبق اللي هغطيه. المفروض ان انا هدخله التلاجة عشان اعمله تاني يوم. بس انا هنا برضو ما شاء الله اول ما خلصت على طول جربت 5 وحدات وكانوا تحفة. يعني عملت 5 كده بايدي بسرعة عشان اجربهم واجرب الملح بتاعهم، وكان طالع خطير. هنا حطيتها بقى، نزلتها كلها في الطبق اهو، وهغطيها بكيس بلاستيك علشان ادخلها في التلاجة عشان تاني يوم ان شاء الله هعملها. ابتدي ان انا اشكلها او اعملها. لو انتي عاملاها بالنهار فعادي ممكن ان انتي بالليل تشكليها او تسيبيها ساعتين وتشكليها عادي، بس انا كنت عاملاها بالليل متأخر شكلتها بقى تاني يوم، يعني تاني يوم في الظهر كده لما فضيت شكلتها. هنا هو غطيتها بالكيس البلاستيك وهحطها في التلاجة. لازم طبعا نغطيها علشان الوش ما ينشفش. دي بعد ما انا طلعتها، دي كنت لسه مطلعاها، وده مكان ما انا كنت واخده وعامله بالليل. لما جربتها كانت بصراحه خطيره. هنا طبعا هفرد كيس علشان دي العلبه اللي انا بخزن فيها. يعني انا بستخدم العلب دي بخزن فيها وبفرز فيها على طول في الفريزر، بتبقى جميله واحسن من الفل. عشان الفل بحسه ان هو بيتكسر كده، فبحط في العلب دي كيس بلاستيك من كيس التلاجة عادي، وبقصه
وبحطه فيها، بحط اول طبقة وبعدين بحط عليها كيس وبحط طبقة تاني. هوريكم هنا وانا بعمل. هنا كان معايا غطا بتاع برطمان مخلل، و يعني ابتديت ان انا اعمل فيه لان مش عندي البتاعة اللي هي مكبس البرجر، فكان عندي الغطا ده عملت فيه عادي. انت ممكن تعملي على ايدك، يعني انا عملت كام واحدة برضو على ايدي وبتطلع تحفة وجميلة اهي. بصوا انا حاطة الورق ازاي، حاطة الاكياس ازاي في العلبة دي، وهوريكم وانا بعمل فيها ازاي. بحط فيها كيس في الغطا وبمسك العجينة كده، ببرمها كده على ايدي عشان تمسك نفسها كده، ببرمها عشان ما تبقاش زي ما تكون مفرولة كده، وبعدين بحطها في الغطا، وبحط طبقة الكيس التانية بتنيه كده عليها، وبعدين بمشي عليها بغطا تاني صغير او بايدي عادي، مفيش اي مشكلة. يعني لو غطا برطمان كبير وغطا برطمان صغير وبمشي بيهم. هوريكم اهو زي ما انتوا شايفين، يعني سهلة، مش محتاج مكبس برجر ولا اي حاجة، انتوا ممكن عادي تعملوه بايديكم مفيش مشكلة. اهو هنا هستخدم غطا البرطمان، يعني اللي انا حاطه فيه ده غطا برطمان مخلل، وده غطا برطمان عسل. يعني كان عندي برطمان عسل وده غطا برطمان العسل اللي بعمل بيه، ونفع ومشي زي الفل. وهنا زي ما قلت لكم ان انا بحط بين كل طبقة والتانية كيس بلاستيك كده علشان ما يلزقوش في بعض. دي كنت بعد ما خلصت الكمية وحطيتها في الفريزر. بصوا عاملة ازاي، وحجمها كبير ما شاء الله وتحفة. كنت حطيتها في الفريزر كام ساعة علشان كنت هعمل عشاء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش ان دي انضف واحسن من ما بنشتريه من بره طبعا لولادنا، طبعا في العشاء او في اللانش بوكس بيكون حاجة كده جنان. وبألف هنا.